الفترات اللي فاتت ضيعت وقت كتير جدا، ما ذاكرتش، اهملت، راكمت، عملت حاجات كتير غلط. بس من جواك في رغبه انك عاوز تتغير للاحسن، عاوز تبدا تذاكر، تصحى بدري، تعمل اللي عليك، تبذل مجهود. انا عارف ان الفيديو بتاعي طلع لك من 100 فيديو بيتكلم على الثانويه العامه، بس إيه رايك نراهن على الفيديو ده ونسمعه لاخر دقيقه؟ ممكن يكون ده بجد نقطه تغيير ليك. عايز اتكلم معاك عن حاجات مهمه بالنسبه للتراكمات. عاوزين نعمل جدول نلم بيه كل التراكمات اللي علينا وما ناثرش على الجديد. انا اعرفك الجدول ده. وبالنسبه للشوامل ودرجات الشوامل، انا عاوز بجد اخد خطوه فيها، وعاوز احس ان درجات الشوامل اتحسنت، وامتى اقول لنفسي انا كده اتحسنت لدرجه ان انا ممكن اخش امتحان اخر السنه واجيب درجه حلوه فيها، وامتى نوصل للمستوى ده. وكمان عايز اتكلم معاك عن المراجعه وامتى ابدا مراجعه، السؤال اللي كان محيرني جدا في الفتره دي زي ما هو محيرك. هتكلم معاك عن النقطه دي. واللي ما يعرفنيش، انا عبد الله الاسمي، طالب في كليه الطب البشري، بحب اعمل دوكيومنتري ماجيرنا على اليوتيوب وفيديوهات ستادي ويز مي، ستادي تيبس، ستادي فلوجز وفلوجات بشكل عام. فلو عايز تكون جزء من عيلتنا ديت، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات في وقتها. وكمان اعمل لايك للفيديو وشير الفيديو لاصحابك، لانك بجد لو اصحابك استفادوا من الفيديو ده وفكيت كربه، ممكن ربنا يكافئك عليها مكافاه كبيره جدا في اخر السنه. التراكمات. عاوز جدول الم بيه التراكمات ما ياثرش على الجديد، والجدول ده انا كنت مجربه. لما اراكم اي حاجه اعمل الجدول ده في ثانيه يخلص كل التراكمات اللي عليا. كنت بعمله في ثانويه عامه وبعمله دلوقتي في كليه الطب، حرفيا بلم لي الدنيا دي كلها. فورقه وقلم وتعالى ندردش مع بعض. اول حاجه انا عايزك تكتب كل المواد اللي عندك، سواء انت كنت علمي او ادبي بغض النظر. اكتب كل المواد اللي عندك واكتب جنبها التراكمات اللي عليك بالظبط فيها. كمثال في الكيمياء انا عليا مثلا تراكمات الفصل الباب الثالث، الدرس الاول في الباب الثالث، او الدرس الثالث في الباب الثالث، بغض النظر اكتب كل التراكمات اللي عليك بالتفاصيل بتاعتها. تمام. الانجليش ورايا مثلا تراكمات ان اليونت 8 مش حافظها، مش حافظ كلماتها، اكتب كده يونت 8 مش حافظ كلماتها. يعني اكتب تراكماتك بالتفاصيل الممله. تمام. تاني خطوه برتب التراكمات المواد ديت على حسب الاولويه. انا كعبد الله كمثال، انا في علم علوم، برتب تراكمات ان الفيزياء ثم الكيمياء ثم الاحياء ثم العربي ثم الانجليش. انا كنت برتب تراكماتي كده. يعني بمعنى صح، رتب التراكمات المواد على حسب اكتر ماده بتكرهها ايه اعملها الاول. جرب بس تعمل كده واعرفك ليه في الاخر. بعد ما رتبت المواد في ورقه على حسب صعوبتها، عملت لكل ماده اسبوع. طب اللي هو ازاي؟ تعال اعرفك دلوقتي. انا افترض ان انا مكانك واول ماده بالنسبه لي هي الفيزياء لانها كانت صعبه شويه. يبقى خلاص الاسبوع الاولاني هيكون خاص بالفيزياء. الفكره هنا اللي انا كنت بعمل وقت ثابت في الاسبوع خاص بالتراكمات. يا اما اخلي كل يوم ساعه مع يوم الجمعه بعض منه للتراكمات، او اللي انا اخلي يوم الجمعه كله للتراكمات. يا اما ده يا اما ده، بس انا بشرح لك النظام الاولاني اللي هو كل يوم ساعه، بالاضافه اللي انا كنت بعمل يوم الجمعه من بعد صلاه الجمعه لصلاه العشاء، ده خاص بالتراكمات اللي عليا. وابدا الاسبوع الاولاني اشتغل على الفيزياء على قد ما اقدر وابذل فيها مجهود، وحرفيا ملتزم بالجدول بتاعي. وتاني اسبوع هكذا، وتالت اسبوع هكذا، ورابع اسبوع هكذا. طبعا ده الاسبوع الاولاني مثلا ما لحقتش اخلص الفيزياء بالتراكمات اللي انا قلت عليها، عادي، اشطب على اللي انت خلصته من الجدول بتاعك وخش على الاسبوع الثاني من جدول الماده اللي بعدها. وبعد ما تخلص الاربع وخمس بقى مواد دول، هتلاقي مثلا ايه خلاص كده طلع لسه في الفيزياء لسه جزء، والكيمياء لسه جزء، خلاص انقلهم برضك للنظام تاني اللي هو ايه، هي برضك الاسبوع الاولاني خاص بالفيزياء التراكمات الباقيه. فاهم قصدي؟ النظام ده مرعب جدا ويخلص كل التراكمات اللي عليك. تعال بص اقول لك كده فايدته بسرعه. يا عم انت بتضيع وقتك في حاجات كتير، استثمر الوقت ده في حاجه مفيده زي ديت. اولا، شايف البحر اللي في دماغك من ايه ده؟ انا عليا تراكمات في كذا وكذا وكذا، انا اخلص كل ده عليا ازاي؟ عملت جدول، كتبت التراكمات اللي عليا، ماشي بنظام، هتحس براحه نفسيه ومش هتقلق من التراكمات ومش هتشغل لك بالك. لان لو عليا تراكمات وبذاكر جديد هفضل قلقان، احس ان انا طالب فاشل على تراكمات كتير، فهفضل كل شويه التفكير السيء ده يجي لي. لكن انا كتبت ورقه وعامل النظام بتاعي فمش هبقى قلقان. تاني حاجه، انت ملتزم بجدول، يعني ديسيبلين وكوميتمنت، مش هتسيب الموضوع لمزاجك، اللي هو انا ليا مزاج اخلص التراكمات مش ليا مزاج اخلص التراكمات، لا، انا عندي جدول التزم بيه. خد الحياه حياه او موت. قول لنفسك لو الجدول ده انا ما عرفتش التزم بيه، يبقى انا لا استحق ان اخش اي كليه، واتمنى ربي شوف، وقول يا رب ما توفقنيش في الحاجه ديت، ما عرفتش اخلص حاجه زي ديت. اللي هو انا بص، حياه او موت الجدول ده، الموضوع سهل. ديسيبلين كوميتمنت، هتخلص الجدول بتاعك. نيجي للنقطه اللي بعدها وهي الشوامل ودرجات السقف في الشوامل. بص، لو انت لسه درجاتك وحشه في الشوامل وده بيزعلك، اسمع مني الكلمتين دول، ومعلش عشان خاطري عشان خاطري استثمر بس الكلمتين دول بس. ماشي يا جماعه، مطلع فايبس كده اللي هو عمال اتنطط في الاوضه، سوري بجد، لكن انا بتحمس جدا بعمل الفيديوهات دي. اول حاجه الشوامل عبد الله، اسمع مني الكلمتين ده عشان خاطري. لو انا شخص جاي اعمل لك اختبار بجيب لك فيه افكار جديده وبقول لك خد، انت لقيت افكار جديده غلطت فيها، تزعل؟ ما تزعلش، افرح. ليه؟ لانك اكتسبت افكار جديده عشان لما اجي امتحان اخر السنه الحمد لله جمعت افكار كتيره في امتحان اخر السنه. انا كعبد الله وصلت لمرحله والله العظيم في اخر السنه، لو انا قبل الامتحان بيومين مثلا في الامتحان العربي قبله بيومين ودخلت امتحان شامل جبت فيه نقصت بال 20 غلطه، عندي 20 سؤال غلط، هفرح، والله العظيم هفرح. وده مش كلام، لا انا جدا هفرح. ليه؟
لقيت في امتحان شامل جاي بيقول لي قبل ما تخش امتحان اخر السنه بتاع العربي، بص انت عندك غلطات كذا وكذا وكذا، محتاج تركز على النقط دي في الامتحان، ذاكرهم قبل ما تروح الامتحان. ده بالظبط الشوامل. انا شخص باجي لك في نص السنه في شهر واحد واثنين بقول لك خد الشامل ده، غلطت في 14 غلطه افرح، لان أنا الحمد لله جات لي افكار. يعني بص، لازم اركز على النقطه ديت قبل امتحان اخر السنه، وابقى مبسوط ان انا هروح افتح الكشكول خاص بالاخطاء بتاع الامتحانات الشامله، واسجل كل خطا في كل ماده. يعني مثلا كنت مقسم الكشكول كل ماده لها قسم، اجي في الماده ديت اكتب كل الغلطات بالافكار الجديده اللي انا لقيتها في الشامل ده، وابقى مبسوط. يا ابني انا هقول لك دلوقتي، انا طالب ثانويه عامه بذاكر واعمل اللي عليا، جالي امتحان شامل في شهر اتنين، جبت فيه نقصت فيه جبت فيه 20 من 60، هروح دلوقتي زعلان. طب ليه ما تفكرش في الموضوع اللي انا جبت لك اختبار في افكار جديده، انت كنت ذاكرت وعملت اللي عليك، بس في افكار تانية وحاجات جديده انت ما خدتش بالك منها. بقول لك خدها اهيت قبل ما تجي لك في امتحان اخر السنه وتجيب درجه سيئه جدا في الماده دي، هتفرح صح؟ اللي هو إيه ده، انا جات لي افكار جديده، هروح اسجلها واكون مبسوط. فكل ما اغلط في امتحان شامل ببقى مبسوط ان انا هروح اكتب افكار جديده جات لي قبل ما تجي لي في امتحان اخر السنه، والامتحان يجي بقى ايه، انت فاهم اللي هو يعني كده. فخد الموضوع كانك بتكتسب افكار جديده. انت قلت في النقطه ديت، لان بجد لو غيرت تفكيرك في الشوامل ديت انت هتتمنى انك تجيب درجه سيئه، لانك يعني بمعنى صح تستفاد معلومات جديده. خد النقطه ديت عندك. تمام. انا متحمس قوي. نشرب ميه، وقف الفيديو وروح جيب لك كوبايه قهوه كده وتعالى ندردش مع بعض. يا عم انت عمال تضيع وقتك في كل حاجه. انا اختي بتسمعني فيديو من مسلسل اسمه طائر الرفراف، اكتر مسلسل بكرهه الفتره دي. المهم، المراجعه وامتى ابدا مراجعه، ممكن بقى نتكلم في النقطه ديت بالراحه كده، ولا تهتم للمراجعه ولا لاي حاجه خالص. بص، امتى تفكر في حاجه اسمها مراجعه؟ لما تخلص التراكمات اللي عليك. انا افترض دلوقتي ان ورايا التراكمات، مشيت على الجدول اللي انت قلت عليه وخلصت التراكمات الحمد لله. الخطوه الجايه بقى في المراجعه بتاعتنا ديت، كتب المراجعه والحاجات دي كلها هعمل لك فيديو تاني يا معلم، انا معاك طول السنه ما تخافش. لكن امتى ابدا مراجعه؟ انا خلصت التراكمات اللي عليا هبدا مراجعه من دلوقتي. انا كعبد الله في الفتره دي انا خلصت التراكمات اللي عليا، إيه يعني ما ابدا افتح المنهج من الاول؟ حتى لو المستر ما قاليش، إيه يعني ما افتح المنهج من الاول؟ ده هيضرني؟ ده بالعكس هيفيدني. لكن ما ياثرش على الجديد. اقول لك نصيحه، الفتره دي ما تركزش على المراجعه بتاعتك. ليه؟ لان الفتره بقى جايه داخلين على العضويه، داخلين بقى على الاحياء، بقى داخلين على الدي ان والار ان اي، فالحاجات دي بدات تكون مهمه شويه. فركز في الجديد وخد راحتك فيه وذاكر، وتراكماتك ركز فيها. ولو حد طلع لك غيري يقول لك ابدا مراجعه من دلوقتي، اعمل له على طول ريبورت. يا جماعه بهزر، محدش يعمل كده. لكن بجد يعني المراجعه ديت سيبك منها دلوقتي. طب عبد الله، انا عاوز اعرف بجد، هو انت بدات امتى مراجعه؟ يعني ممكن بس نعرف اجابه السؤال اللي انت عمال تهرب منه ده. نص واحد. بدات مع نفسي، كان في مدرسين قرروا ان هم يبداوا مراجعه، وفي مدرسين ما بداوش. فلو انت تحس كده ايه ده، يعني هراجع ماده وماده الثانيه مش هراجعها. لما سمعت ان اول مدرس هيبدا مراجعه قلت خلاص انا هبدا كله مراجعه مع بعضه، حتى لو المدرس الثاني ما بداش. وكنت تقريبا خلصت مثلا الباب الاول في الكيمياء، لما المدرس بقى يبدا يراجع انا كنت خلصت الباب الاول، فكانت حاجه حلوه يعني. لكن ما تشغلش بالك بالفتره ديت بالمراجعه بتاعتك، ركز في تراكماتك، خلصتها ركز في الجديد. لقيت وقت وحاسس كده انك عاوز تستثمره في حاجه بجد يعني تفرقك وتاخد لك خطوه لقدام عن باقي الناس، ابدا مراجعتك. تمام. قهوه ساده، واللي بيشرب غير قهوه الساده يعرفني في الكومنتات كده، عاوز اتكلم معاه شويه. فالفكره، قوم معايا كده تعبت ضهري يعني. الفترات اللي فاتت ضيعت وقت كتير جدا، ما ذاكرتش، اهملت، راكمت، عملت حاجات كتير غلط. بس من جواك في رغبه انك عاوز تتغير للاحسن، عاوز تبدا تذاكر، تصحى بدري، تعمل اللي عليك، تبذل مجهود، تعمل الحاجات دي كلها. لكن بتقول لنفسك لا، في ناس غيري تستحق لانها بدات من اول السنه بتذاكر اكتر مني، بتعمل اللي عليها، بتعمل كل حاجه. لكن عاوز اقول لك حاجه، لو عاوز بجد توصل لربنا الفكره ديت، خلي عندك رغبه انك توصل للكليات القمه والمجاميع العاليه اكتر من اي حد تاني. يعني انت دلوقتي بتقول عاوزك توصل لربنا الفكره دي، يا رب انا عندي رغبه بجد ان انا هوصل وهبذل اي مجهود. بمعنى لو غيري بيذاكر حاليا 6 ساعات انا هذاكر 10 ساعات حاليا، لو غيري بيصحى الساعه 6 يبدا مذاكرته انا هصحى الفجر هصلي الفجر وهبدا مذاكرتي. انا هبذل اي مجهود اكتر من اي حد تاني الفتره الجايه. ربنا هيشوف تعبك دلوقتي. فايه رايك لما تكون اللحظه ديت نقطه تغيير ليا وانت؟ ممكن نقوم كده مع بعض زي ما احنا متعودين. ووعد نفسك دلوقتي انك هتبدا تتغير للاحسن. التزام، صحيان بدري، كل حاجه. اكتب في كومنت كمان ان انا من دلوقتي هبدا التزم واصحى بدري. ايه رايك نعمل تحدي، كل واحد يكتب الكومنت ده وكل يوم يصحى يرد على الكومنت اللي هو انا خلاص انا صحيت بدري النهارده الساعه 4 وابدا مذاكرتي. كل يوم ترد على الكومنت اللي على الفيديو بتاعي ده وتعمل سيف الفيديو. مش ممكن تكون نقطه تغيير ليك؟ ترجع للفيديو ده بعد مرور كام شهر وتقول لي ذكريات.
وتبدا تنصح السنه الجايه الشباب بتوع الكومنتات الفيديو ده، تقول لهم يا جماعه انا كنت مكانكم وبقيت دلوقتي في الكليه اللي انا عاوزها، طب هندسه ألسن. اتمنى ما اكونش ضيعت وقتك، اتمنى تكون استمتعت في الفيديو، واتمنى تكون عملت سبسكرايب للقناه، وعندك الانستا ممكن تعمل لي فولو هناك، وبيجي الفيس اعمل فولو، لايك شير كومنت، صديقك موجود. الظهر بيوجعني من القعده، انك تكون 187 انا بحس ان انا عملاق، مش فاهم في بالظبط يعني، هل دايره صحابي كلهم قصيرين؟ مش عارف. ما احنا في نهايه الفيديو، ما احنا متعودين مع بعض، ما احنا غرب. ماشي بقى يا جماعه، كوبايه مين بقى؟ مش عارف اشرب كوبايه دلوقتي، هروح اذاكر. سلام. اللايك شايفك يعني مش فاهم يعني ايه ما تيجي تذاكر معايا يا عم في الفيديو؟ مش هسه في الفيديو ليه؟ رساله.